انت مالك؟ انت غيرنا ما كفاش فلوس كده، مش ما كفاش فلوس كده. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ايه المشكله؟ الدنيا كومنتات عندي كلها. ايه المشكله؟ الدنيا ايوه انا في كومنتات مصيبه يا عندي شاكر كلها. والله في مصيبه يا ابني من شعبان اللي فات. خير في ايه؟ اخواتي بيبلطجوا عليا، ماسكين لي ميه نار، مش عارفين نخش. ورحت عملت من شعبان اللي فات، عملت محضر، عملت عدم تعرض وطلبت النائب العام وعملت بس، ورحت المركز وراحوا اللي هو اسمه اللي قال لي روحي وكيل النيابه قال لي روحي ولو تعرضوا لك تعالي، وشخط فيهم وبقوا يترعشوا كده. خلاص خلصنا بالحكايه دي وروحت. من يوميه بشكل يبص لنا من فوق لتحت، حاربين العيال يطلعوا فوق ولا يطلعوا تحت، وحاطه طف البيبان، واول ما نطلعوا بره الباب نتعرضوا للضرب ونتعرضوا للشتيمه ونعدوها. النهارده بقى دعسوا علينا دحسه ما فيش بعد كده، مرمطوني في الشارع انا وعيالي. خايفين نخشوا البيت. خدت بعض يا شاكر ورحت رايحه المركز. انا كنت في المركز دلوقتي، رحت المركز لقيتهم هيعدوها زي ما عدوها المره اللي فاتت. اتخرجت قلت اذا كنتوا انتوا خرجتوهم المره اللي فاتت وراحوا داحسين عليا دلوقتي، يبقى دلوقتي بقى هيجوا تاني يفرضوا عملوا فيا حاجه اكبر من كده. انت منين؟ في اسكندريه دلوقتي. بصي، مين اللي حواليكي؟ عيالي اهو قاعدين طيب اسمعوني لو سمحتوا. اسمعوني لو سمحتوا. صدقني دلوقتي الوضع غير. اللي انتوا الناس شايفه وعارفه كويس قوي. في ثانيه واحده الوزاره والحكومه بتتحرك، مفيش حاجه اسمها كده. ايوه والنبي. طيب انت انا عايزه اعرف انا عملت ايه انا وعيالي. انا عايزه اعرف انا اسمعوني للاخر. مشكلتك ما بتتحلش كده. تتحل تروحي لاقرب اسم، اقرب مركز، الدوله في ثانيه بتتحرك. روح. هو ده. غير كده اسمعيني غير كده كل ده هجص. الناس بتنزل فيديو واحد عامل حاجه غلط، يومها بالليل ما بيكملش 24 ساعه بيكونوا جايبينه. فيعني حتى لو ايه، هنفترض ان انا جيت لك فلان جالك وبعدين ما هو احنا مش عايشين مش في الشارع. ما هو رحت يا شاكر كانوا هيحبسوني معاهم، قالوا لي تحبسي انت معاهم. انا معايا عيل عنده جرثومه المعده وانا عندي الضغط ما قدرتش اتنفس، اتحايلت عليهم قلت لهم سيبوني. لو سمحتي لو تاخدي رايي اسمعوني. لو تاخدي رايي تكلمي محامي، تروحي على اقرب اسم، اقرب مركز، مشكلتك بتخلص. شكرا. رحت لقيتهم عملوها زي المره اللي فاتت. رحت والله لسه طالعه من المركز. هو الكلام ده فيه لعب؟ وانا نقدر نلعب مع الحكومه؟ نقدر نجيب سيره رئيس ونقول نشيلني يا ريس؟ انت لسه بتقولي انا لسه طالعه من المركز. حلو. يعني الدنيا مش سحر في ثانيه انت لسه طالعه حالا. لا خلاص انت للناس فرصه. انت عملتي محضر صح؟ ايوه انا عملت قبل كده. ما انا في شعبان عملت قبل كده وتعرضوا لنا تاني ومعاهم سلاح. اتعرضوا لنا تاني النهارده تاني. مش عارفين نطلع. دي ناس ما بتخافش، وبعدين دي ناس مسجله خطر وناس عايزه بيتعاطوا. انا عايزه نطلب منكم انتوا تحللوا لهم. دي ناس شمامه. هم التانيين ما جوش يمي من المره اللي فاتت، لكن في واحد ومراته النهارده وعياله هم اللي دعسوا علينا. واحد ومراته وعياله هم اللي دعسوا عليا وضربوني وعايزين يطفشوني من بيتي. هم دول اخواتك صح؟ ايوه. انا اللي اعرفه في موقف زي كده، عشان الناس ما تسوحكيش انت. اسمعي كلامي، انا عارفه انا بقول ايه كويس. في حاجه زي كده ما دام انت عملتي محضر حاليا، ودلوقتي بالذات الايام دي الحكومه في ثانيه بتتحرك، ومعروفه عند مصر كلها في ثانيه بتتحرك. ده من فيديو، فما بالك حد راح. فانا شايف انت بلغتي بالاسم، بلغتي بالمركز، عملتي محضر، ثانيه الموضوع بيتحل ان شاء الله. اسمعي كلامي، لو ان انت شايفه ان انت مش قادره تخشي بيتك، ارجعي خدي محامي، روحي الاسم وقول لهم في 1 2 3، لان هي الدنيا مش سيطه. انا بوجهك للصح، بس غير كده كل ده اي كلام. عندنا في المركز قالوا لنا روحوا والحكايه خلصت. لو جم يمكم تاني تعالوا. انا خايفه بقى نروح لهم مذبوحه او مقتوله. يعني نروح ازاي تاني؟ ما انا عملت قبل كده ودي تاني مره. عملت مره ودي تاني مره. نروح ازاي تاني؟ نروح بيتي ازاي تاني؟ يتعدوا عليا ولا يعملوا فيا حاجه انا وعيالي؟ والله انا قلت لك اللي انا شايفه صح.
انت في اسكندريه، انا موجود في القاهره. انا مش عايز الناس تسوحك، مش عايز الناس تقول لك يعني اي كلام فتحطي نفسك في غلط. ما دام مشيتي قانوني، عملتي محضر، عملتي الكلام ده، انت في دوله، ما احناش في الشارع. انا لو جيت لك حتى ولا اعرف اعمل، لازم ان انا جيت لك برضه هتروحي هتروحي مركز، هتعملي اجراءاتك القانونيه. انما طالع على السوشيال ميديا بدل انا عايزه الناس دي حد يعني يحجج إجراءات معاهم، قانونية الناس دي حد يحجج معاهم ويقول لهم بيعملوا فيا كده، اللي عايزين مني ايه؟ انا عملت مرتين اهو، مره النهارده ومره قبل كده ويتعرضوا برضه وبيتعرضوا برضه مفيش فايده. والنهارده ابنه في المركز قال بعد سنه، بعد يومين لازم تنضرب تاني. انا رح انزل بس تخلص نرجع ونطلع. ماشي اذا مش معنا بيقولوا مش هنحلوكم، مش هنسيبوكم. فهذه المره دي عدت بضرب، طب المره الجايه ممكن يبقى ايه؟ والمره اللي فاتت برضه كان بتاع وبيمسكوا بميه نار في ايديهم. طب انا نفضل ساكته؟ مش انت عملتي محضر بالكلام ده؟ ايوه عملت. طيب انت عملتي محضر امتى؟ لسه دلوقتي؟ قبل كده ايوه من زي 3 ساعات كده. طيب انت المطلوب ايه في اللايف؟ انا يعني مثلا ايه المشكله دلوقتي ما دام انتوا عملتوا محضر؟ كده بس قول تاني كده. يعني لما انت عملتي محضر، ايه المشكله؟ خايفه تطلعي البيت يعني؟ بيقول لك لما انت عملت ايوه ما انا عملت محضر، بقول لك عملت عدم تعرض وانضربت تاني النهارده. ايوه خايفه اروح البيت. عملت عدم تعرض وانضربت تاني. انهم هددونا في المركز تاني برضه. في ناس بتتعاطى، يعني دول اخواتي بيتعاطوا. ايوه حضرتك الحمد لله والله. الحمد لله يا جدع، الحمد لله. وانت طيبه يا جماعه. فاحنا عملنا لتاني مره اهو ويتعرضوا لنا تاني. طب انا نعمل ايه؟ نعمل ايه يا ناس؟ احنا عايزين حد مسؤول يعني يعني. عايزين حد مسؤول. يعني كده على فكره كده الشد اللي هو تشدوه مش عدل. عايزين يشدوا شد اقوى من كده. حل تاني تقولوا لي عليه انتوا. انا عملت مرتين يا ناس وانا معايا اطفال صغيره، معيش راجل ان هو يحميني. انا واحده ست بتربي عيال غلابه، وانا ما عرفتش نطلع من هناك. يعني انا حاولت ان انا نمشي من هناك ونعرض بيتي للبيع. بيتي في حته رخيصه خالص وما دخلوش صرف صحي وعلى مجلب زباله. الدار اللي احنا ساكنين فيها حاولت نبيعها عشان ناخد اي منها فلوس ونروح نسكن في حته تانيه. لقيت نفسي مش ما حدش راضي يشتري مني. يعني انا عارضه البيت وكاتبه عليه للبيع، عايزه نبيعه وما حدش بيشتريه. هو ايه هو في مكان وحش. الكلام ده يا جماعه؟ ايه دخل الكلام ده والبيت انا معاكي والله العظيم معاكي، بس انا مش فاهم. يعني انا عايز اساعدك. انا قلت لك الصح المفروض تعمليه. انت لو ان انت خايفه ترجعي، انا بقول لك يعني تقفلي تروحي يا جماعه الوضع 1 2 3 انا مش عارف ادخل بيتي بس. احنا لسه طالعين واخدين الموضوع بهزار. واخدين الموضوع بهزار. ما نعرفش عندهم مش حاجه اسمها ايه الحكايه بالظبط. انا مش عارفه. حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها واخدين الموضوع بهزار. والله العظيم يا ابني، والله العظيم يا شاكر، زي ما بنقول لك كده، هي دي فيها كلام. اسالوا ناس مركزيتكم، قولوا لهم مين كان عندكم النهارده. انا رحت عملت مركز ايدكم. شهر شعبان اللي فات دي كنت عامله فيهم محضر. وطلعت على البث المباشر ووكيل النيابه مسكهم بهدلهم وقال لهم ابعدوا عنها مالكوش دعوه بيها. هي ما عملتش حاجه غلط، ولو عملت حاجه غلط احنا انا عايزك بس تعرفي ان زمان يعني الناس كلها شايفه الكلام ده. ورأيي احنا مش في الشارع. خش على المركز، خش على الاسم يا جماعه الوضع 1 2 3 وانا مش عارف ادخل البيت. بتلاقي يعني بيتحركوا معاكي حاليا قدام مصر كلها. ينزل الفيديو، ينزل الموقف، ثانيه الحكومه او الوزاره بتكون جايباه. فدي ما فيهاش كلام. انا ما اقدرش ان انا اقول لك طيب ينفع نروحوا مركز تاني غير مركزتكم؟ روحي المركز اللي انت فيها يتحركوا معاكي. لا ما احنا رحنا مركزتكم، احنا عايزين نروح مركز تاني، اسكندريه مثلا. هو انتوا رايحين تعملوا شوبينج؟ لازم تروحي المركز اللي انت تابعه عشان تتحركوا معاكي. ما خدوش اجراءات، ما فيش حاجه. زي المره اللي فاتت ما فيش. يطلعوا يضربوهم عادي. ما فيش، ما خدتش حاجه ولا في حاجه ولا خايفه على عيالي. انا ما نطلعش نهلهل نفسي كده ونقعد في الشوارع انا وعيالي غير لما اتحني لتاني مره وعاملين عدم تعرض. حلو. انت عدم تعرض من 8 سنين كانوا متعديين علينا برضه، من 8 سنين. يعني 3 عدم تعرض كده 3. انت عملتي ايه لما رحتي المره دي؟ رحت قلت لهم دعسوا عليا انا واولادي ومعاهم ميه النار والحقوني. لقيتهم هيحبسوني انا وهم. قلت لهم هتحبسونا، بعد ما تحبسونا قالوا الصبح هنردوك على وكيل النيابه وبعد كده تتصالحوا يا اما باستمرار 15 يوم. ما قدرتش، الدنيا نار. قلت لهم هتحبسوني، انا عندي الضغط اصلا وجرهولة عنده جرثومه المعده، طفل معايا صغير يتحبس فينا مالوش اب ولا لينا حبيبه هم كده. شاكينك؟ هم مش شاكيني لا. هم هيحبسوك انت وهم ازاي؟
ما هم عندنا في المركز بيحبسوا الطرفين. الطرفين. انت جاي تقولي على فرح وطبعا مش غلطان. المشكله الاثنين شاكين بعض. الولد مقطع دراعاته وبيقول ان انا مضروب. يعني شاكينك. ايوه يا جماعه والنبي يا جماعه انا عارف انا بقول بس صوت. اسمعيني بس اسمعيني انا عارف انا بقول ايه يا جدعان، بس عشان في ناس كتيره جدا هنا مش فاهمه حاجه كده. هم شاكينك تمام؟ وانت شاكاهم، يعني انتوا الاثنين في بينكم محاضر تمام؟ انت دلوقتي اشتكيتي بيبقى في اولا في تحريات مباحث، في نيابه بيعرفوا مين اللي صح ومين اللي غلط وبيتحاسب. غير كده انا عارف ان في تفاصيل كتيره ما اتقالتش، انا فاهم انا بقول لك ايه وعارف انا بقول لك ايه. انا متاكد ما دام قلت الكلمه دي ان هم كمان شاكينك تمام؟ صح ولا انا غلطان؟ ايوه. طيب يبقى يا نعمه ما دام هم شاكينك وانت شاكياهم روحي المركز. بس هم مش شاكيني انا، ده شاكين ابو ابراهيم. اسمعيني لو سمحت ما تدخلنيش انا بقول لك الحل. ايوه. هتروحي ما تقول لهم انا مش عارفه ادخل بيتي، لا قدر الله روحي بيتك محدش يعرف يقرب لك. في حاجه كده ولا كده عندك النجده. كل الاجراءات لازم ان هي تكون قانونيه وتبع الدوله. انا عارف انا بقول لك ايه لما قلت لي كده خلاص انا فهمت. بس والله العظيم قلت لهم انا مش عارفه. اسمعيني يخشي ويبقى حد يكلمك. بس خلاص ما ده اللي انا قلته لك. طب ما هم كلموني ولا حد يكلمك. ايه؟ هم كلموني تاني اهو. انا رحت مرتين اهو ويكلموني فيه. ماشي خلاص تمام. انا يعني احنا طلعنا معاكي عشان يعني نوصل الفكره على قد ما نقدر، وان شاء الله ان عموما الدوله انا كنت عايزه كده بس الدوله ما بتتاخرش في حاجه. تمام. وانا عارف كويس الوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلاص ان شاء الله بتتحل. خلاص نصيحتي ما دام عملتي محضر روحي بيتك، في حاجه كلمي النجده. شكرا. تمام ماشي تمام شكرا. مع السلام عليكم. مع السلامه. خد يا براهول ماما يا ناس. انا رحت يا ناس مرتين يا ناس. عشان اشوف الشبكه. خلي بالك من الشنطه دي. ماشي يا حبيب قلبي، انا مستنيه يا كريم اهو. يجي بالسلامه يا رب. انا يا جماعه مش هنسمح كلام حد يا جدعان. اللي في ايده في النار مش زي اللي ايده في الجنه. انا واحده قاعده في الشارع انا وعيالي، وعملت مرتين يا جدعان. حد حاسس بيا؟ عملت مرتين من كلكم عدم تعرض مرتين. اول مره وقلت خلاص يمكن يا جدعان يختشوا ويخافوا من الحكومه وما يتعرضوليش تاني. التانيين خافوا ما حدش منهم جرب مني. يجيني اخ واحد ومراته وعياله. رحت النهارده عملت لقيت الوضع على ما هو عليه. روحي يا ام ابراهيم احنا خلاص عملني وروحي، ولما يحصل حاجه بتعالي. طب انتوا ايش عرفكم ان الحاجه هتبقى بسيطه؟ ايش عرفكم ان الحاجه هتبقى سهله في الغرض وضرب زي ما حصل النهارده كده وشتيمه بس مش هيحصل قتل مثلا؟ ايش عرفكم؟ ولا انتوا مستنيين لما الفاس توقع في الراس وانا معايا اطفال وعيال بريئه؟ مش تتكلموا يا ناس كلام صح؟ ولا هو ما حدش بيحس بحد خالص؟ كريم كلمك؟ ايوه كلمني يا ولاد. انا عايشه في نار. عرضت بيتي للبيع ما يجيبش 3 ساعات اصلا، ولا حد راضي يديني فيه ولا جنيه اصلا. حته وحشه وعلى مجلر زباله ما فيهوش صرف صحي. وكمان البلطجيه اللي جنبه دول موقفين حاله مش عارف يتباع. فانا نعمل ايه يا ولاد؟ يعني انا لو كانت معاك كنت خدت الفلوس دي وكنت اتصرفت ورحت جبت لي دار تاني وبعدت عن شكلهم. هو حد هيقعد للاذى وللمرضيه؟ انما انا نطلع من بيتي ازاي وانا محتاجاه ومعيش فلوس اجيب بيت تاني؟ نطلع من بيتي